ماشي. هنحط ايه تاني؟ هنحط، بصوا انا عايزه كده، شايفين يا بنات؟ هوريكم كده بالمعلقه. بصوا شويه ملح صغننين. تمام. هنحط بصوا يا بنات، هنحط ايه؟ انا بدات اقلي. شايفين الجمال والحلاوه؟ هنبدا بقى نجيب الايه؟ نجيب طبق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى بنات؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ابني عايز يسلم عليكم، كلمهم يلا، قول لهم ازيكم عاملين ايه يا بنات؟ ازيكم عاملين ايه يا بنات؟ وحشتونا. قبل ما نبدأ الفيديو هنسمي بسم الله وايه، ونعمل لايك، ونعمل لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، واشترك عشان يشترك، ويفعل الجرس للكل ويفعل الجرس الكل عشان يوصلوا كل جديد من فيديوهاتي. على بوهات. النهارده هنعمل ايه يا بنات؟ هعمل لكم فراخ كوري بطريقه هتعجبكم وتعجب الولاد، او ابني الصغنون ده عجبته. ايه هي الطريقه؟ وايه هي المقادير؟ هتشوفوها معايا في الفيديو زي ما احنا متعودين. اول حاجه هتجيبي فراخ بانيه، وده اللي انا هحطه ده عباره عن ايه؟ عباره عن معلقتين دقيق، معلقتين دقيق هتحطي، او 3 معالق دقيق. بصوا هم 3 معالق دقيق، وهنحط زيهم نشا او معلقتين نشا. دي نشا، شايفين يا بنات حتى الفرق؟ هتحسي ان ده ابيض شويه، النشا فاتحه شويه. هتحطي 3 معالق دقيق كبار، معلقتين نشا. هتحطي طبعا ملح، معلقه ملح زي ما انا مورياكم. هتحطي معلقه فلفل اسود، ايوه رشه فلفل اسود. هتحطي بقى البهارات الموجوده عندك، يعني توم باودر هتحطي، هتحطي بابريكا لو عندك، ما عندكيش ما فيش مشكله. هتحطي بهارات فراخ او كاري، انا عندي كاري احطهم معلقه كل حاجه. بص يا بنات، معلقه صغيره كده، هو اخر حبه كاري حتى عندي. وهتبداي تقلبيهم. عايزه تحطي بصل باودر حطي، بس ما تكتريش في البهارات عشان يعني ايه الطعم ما يطغاش عليها. هتحطي ايه؟ هتعمليهم زي العجينه كده. هتحطي شويه ميه وتقلبيه زي ما انا بوريكم كده. حبه ميه بحبه ميه بس عشان ما يخفش معاكم وتضطري انك تحطي دقيق تاني ونشا تانية. هتعمليها زي عارفين عجينه الكيكه. بصوا بتبقى سايله ازاي، ما تبقاش سايله قوي، بتبقى متماسكه شويه. انا عايزاها زيها كده. هتشوفوا حتى في الفيديو. والفراخ بقى هتجيبي فراخ صدور فراخ، هتقطعيها مكعبات او بانيه وتقطعيه مكعبات، كميه طبعا اللي انت عايزاها. في تكات هتحطيها كده، هوريها لكم. بجد فراخ جميله وجديده. وجربيها كده، حاجه جديده. ودايما بجيب لكم افكار جديده كده غير اللي متعودين عليه. حاجات تعجب الولاد وتعجب ذوق اي حد يعني الصراحه. عايزه تحرق ممكن تعمليها مشطشطه، ممكن ما تحطيلهاش شطه ممكن برضو، بس هي يعني اصلها الشطه. بصوا انا بوريكم، بصوا الدقيق يا بنات، شايفين القوام؟ انا عايزه القوام دوت. شايفين قوام الدقيق والنشا؟ هتبداي تنزلي بقى الفراخ وتسيبيها لمده مثلا ساعه. كل ما طبعا هتسيبيها هتشرب من التتبيله، هتديكي طعم احلى طبعا، بس يعني ما تقلش عن ساعه. زي ما اتعودنا. بصي هو ابني آمن بيساعدني. بصوا بيحط بيعمل معايا، انا دايما بخليه يعمل معايا بيساعدني. اهم حاجه كده خلي الولاد يساعدوكوا، بعيد عن الزيت طبعا. حاجه ما فيهاش زيت او فيها نار حاولي تخليهم يشاركوكوا كده، حلوه المشاركه. هتخلي الولاد لما يكبروا يتعودوا ان هم يشاركوا، ما يبقوش كده مش عايزين يعملوا حاجه. لا، مش عشان هم اولاد ما يعملوش حاجه او ما يشاركوناش، لا خليهم يشاركونا في البيت. الحاجات اللي ممكن يقدروا يعملوها خليهم يقفوا جنبكم ويعملوها. بصوا انا بعد ما قلبتها اهو، هسيبها بقى شويه وهبدا اعمل بقى ايه تتبيله كده هتعجبكم. صلصه صوص كده هيعجبكم قوي، و... وهيعجب برضو الولاد. هجيب طاسه على النار، هنحط فيها ايه؟ هنحط كام فص توم فيها. انا بقول لكم ان انا بعد ما تبلتها الفراخ هسيبها وابدا احط على النار. هحط شويه زيت واحط كام فص توم، مثلا فصين 3 على حسب. يعني لو كبار فصين مثلا او 3، لو صغيرين حطي 4 فصوص. الفصوص دي مش هنهرسها ولا هندقها في الهون ولا هنعملها في الكبة، لا احنا هنقطعها على ايدينا. وهنجيب شطة، الهريسة الشطة اللي انا كنت عاملاها معاكم على الفيديو هحطها لكم برضو في صندوق الوصف، في تعليق مثبت. وهتجيبي صلصة
وهتجيبي كان عندي شويه صويا صوص او دبس رمان هتحطيه، كان اخر حبه عندي برضه. سوس. بصوا هتقطعوا الثوم ازاي يا بنات. هنقطعوه نخرطوه حتت صغيره كده زي مكعبات صغيره. انا مش عايزاه مهروس ومش عايزاه مفروم، انا عايزاه كده يبان في التتبيله، يبان. التتبيله دي جميله قوي 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 قوي، خطيره. بصوا يعني خطيره خطيره، زي ما حاجه بيقولوا الله 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 عليها بصراحه يعني. حاجه كده بجد بجد، جربيها هتعجبك قوي قوي. انا عجبت ولادي جدا. ابني ما بيحبش الحراق، لما كلها عجبته. جربيها كده. بص احنا هنحمر التتبيله. انا بص حطيت كام فص توم، حطيت تقريبا 3 فصوص توم. الفص الرابع عشان حسيت التوم كبير فمرضتش احط الفص الرابع. هبدا اشوحه على النار كده يدوب يصفر حاجات بسيطه. هبدا انزل عليهم التتبيله اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. ايه هي؟ اللي هي الصويا صوص او دبس الرمان ايا كان اللي عندك. وهتحطي شويه سكر. هتحطي الصلصه. وهتحطي اللي هي الشطه اللي انا عاملاها. ممكن تحطي بدل الصلصه لو عندك كاتشب حطي كاتشب، لو انت ما عندكيش صلصه. بصوا انا بوريكم الحاجات اللي انا هنزلها، بس اول ما التومه تبدا تحمر كده معايا. ماشي. آه شايفين انتوا؟ وهبدا بقول لكم احط حبه سكر عشان يعدل الحموضه، عشان يعني هو اسمها عشان الطماطم نفسها او الصلصه ما تبقاش حامضه زياده عن اللزوم. هي الفراخ اسمها سويت اند ساور، يعني حلو وحادق. سكر مع طبعا الصويا صوص او دبس رمان تحسي ان هو مسكر. مع الحادق مع الشطه تحسي ان هي في حاجه غريبه كده، بس هتعجبكم قوي، جربوها. بص هنحط قد ايه، معلقتين صلصه كده كبار او معلقتين كاتشب. بص انا بقول لكم ايه اللي انا بحطه او البديل بتاعه. تمام. هحط الشطه بقى معلقه كده حلوه او نص معلقه كبيره. انا حطيت معلقه كبيره حلوه وتقريبا هزود كمان حبه. اه معلقه ونص كده كبار، عشان هي مشطشطه، هي حراقه، بس انتي لو عايزه تستغني عنهم عشان الولاد ممكن تستغني عنهم. هتحطي معلقه ملح صغيره، وهتحطي شويه فلفل اسود، وهتحطي معلقه سكر صغيره. بص كل ده على النار. وهتحطي شويه ميه صغيرين، وهو الصويا صوص قلت لكم او دبس الرمان. تمام. انا حطيت كده بتاع معلقه كبيره. تمام تمام يا ولاد، تمام يا بنات. اه. هو بص هو بيساعدني ازاي، شايفين؟ حلوه المشاركه، حلو الولاد كده لما يخشوا معاكم ويشاركوكوا كده بيبقى في جو كده مشاركه حلو بصراحه. هنقلبوهم ونزودهم بقى شويه ميه صغيرين ونسيبهم بقى يتكتكوا شويه على النار، يعني بتاع 3 4 دقايق كده يتكتكوا على النار. وهنبدأ بقى نعمل التكة بقى. الفراخ مش هنقليها على مرتين، عشان هسمعكوا صوت الفراخ وهي مقرمشة. حتى لما بردت هتشوفوا. بصوا الصلصة اهو زودتها شوية مية، يعني بتاع ربع كوباية مية كده. واسيبها بقى على النار لغاية لما تتكتك شوية زي ما قلت لكم كده بتاع 4 دقايق و... واشيلها بقى من على النار. ده الصوص. الصوص ده ممكن هنحطه على الفراخ، وممكن تحطيه جنبه لو الولاد ما بيحبوش الصوص على الفراخ. ممكن انتي تاخدي كده، ياخدوا كده بالفرخة بعد ما تتحمر مكعب من الفراخ كده ويحطوه في الصوص. ده بصوا الصلصة زي ما وريتكم زي ما اتسبكت اهي. خلاص انا طفيت عليها. هبدأ بقى اعمل بصوا قوامها يا بنات، شايفين القوام؟ هبدأ اعمل انزل الفراخ بقى في الزيت. الزيت لازم يبقى سخن كويس. وهنقلي الفراخ يعتبر نص قلية، يا دوب تغير لونها كده. هنشيلها لغاية لما تبرد خالص، ونرجع ننزلها تاني بعد ما الزيت يبرد، نسخنه تاني ونبدأ ننزلها تاني. هو ده السر بقى في القرمشة. جربي، هو ده اللي هتلاقيها مقرمشة حتى لما تبرد. حتى لما تدخليها جوه الصوص وانتي بتاكليها هتلاقيها بتقرمش، مع ان المفروض ان الصوص هيطريها. لا لا لا، هتحسي ان هي كده من بره بتقرمش، هي من جوه طريه بس من بره كده بتقرمش.
لا بصراحة يعني حاجة جديدة ومختلفة، بدل ما بنعمل دايما بانيه بانيه بانيه، لأ نعمل حاجة اختراع كده جديد. دايما انا بحب الاختراعات بصراحة، احب اعمل كل حاجة جديدة بحيث ان الواحد ما يزهقش. بصوا انا حسيت ان هو الزيت ايه لسه عايز يسخن شوية. بصوا هو يبدأ يسخن معايا، شايفين يا بنات؟ انا كنت تقريبا موطية النار بس هو بدأ يسخن اهو كده سخن. هنبدأ بقى ننزل ونحط كل واحدة لوحديها يا بنات، شايفين انتوا؟ بصوا انا في فراغ ازاي، ليه؟ عشان يعني اعرف احركها عشان ما تلزقش كلها في بعضيها. إيه سر النشا هنا؟ ان هو بيديها قرمشة، وسر انك بتطلعيها نص قلية وترجعي لما تهدى وتبرد ترجعي تقليها تاني، دي برضو السر التاني. بصوا شايفين هي محمرتش، هي لسه مصفرة شوية. بصي هتبدأي تنزليها تاني، والصفار ده برضو دليل ان انت حطيتي الكركم او الكاري او بهارات الفراخ. انت عندك 3 حاجات ممكن تنزليها، يا كركم يا كاري يا بهارات فراخ الموجود عندك. بصوا انا بديكوا الاصل والبديل. هو الاصل الكاري، انت بقى ممكن تحطي بهارات فراخ ممكن تحطي كركم. بصوا انا بفصصهم بعيد عن بعض ازاي، شايفين؟ دي تاني مرة اقليها. هسمعكوا دلوقتي وهي طالعة، هسمعكوا ال القرمشة بتاعتها. بصوا انا بقليها بقى احمرها المرة دي، هبدأ احمرها بقى. اول مرة اول طاسة طلعتها كانت فاتحة، المرة دي هتحمر. بصوا شايفين؟ وابدأ ايه بعد كده انزلها في الصوص. خطيرة خطيرة خطيرة. اللي يعجبه الفيديو إيه يعمل، ما ينساش بقى يعمل اللايك ويحط لي كومنت حلو كده، دعوة حلوة منكم. بصوا شايفين اهو. نبدأ بقى ننزلهم كلهم، وبعد ما تحمر ابدأ اصفيه واطلعهم وابدأ احطهم بقى في الصوص بتاعهم. عايزة تطلعيهم كده وما تحطيهمش في الصوص بعد ما يحمروا ممكن، وتخلي الصوص في بولة على جنب مفيش مشكلة. حابة تحطي في الصوص بس هي اساسها تتحط في الصوص. بصوا هسمعكم دلوقتي القرمشة بتاعتها بعد ما تطلع وتحمر. اسمعوا بقى القرمشة بتاعتها، انا هسكت وتسمعوا القرمشة. يلا سلام. بصوا انا هسمعكم. شايفين القرمشة؟ شايفين؟ بصوا دي بقى هنعمل ايه. طبعا يا بنات القرمشة بصوا اللي في الفيديو انا حبيت اسمعه لكم عشان تعرفوا ان هي فعلا بتقرمش، والله العظيم بتقرمش، خطيرة. يعني انا ما بجيب لكم حاجة بجد، انا بجربها بتعجبني لازم انزلها لكم، عارفة ان انتوا هتعجبكم. شايفين؟ بصوا انا هبدأ بقى، انا نزلتها في الصوص اهو. هبدأ بقى اقلبها كويس كده في الصوص، يشرب الصوص كله، يشرب من ايه؟ يشرب من الفراخ. انا قلت لك لو مش عايزه بقى تحطيها في الصوص ممكن تشيلي جزء كده تحطيه على جنب لوحده وتخلي الصوص لوحده. انا برضه هيفضل حبه صوص، انا يعني شلت حبه صوص كده حطيتهم في ايه، في بوله لوحديهم بحيث ان اللي حابب يزود. لان انا كنت قاليه حبه لوحديهم كده من غير ما احطهم طبعا في التتبيله دي عشان ابني الصغير عشان ياكلهم كده. هبدأ انزلهم وهحط عليهم ايه، هحط عليهم بقى شوية سمسم. طبعا السمسم مفيد ومفيد للولاد. وعندك بقى بصل اخضر هتقطعيه كده طرنشات او حلقات وتحطيه عليه. لا وصفة بجد هتعجبهم. ممكن بقى الوصفة دي تعمليها جنبيها، ممكن تاكليها جنب العيش بس، ممكن تيجي تعملي رز ابيض جنبيها. وممكن تحمري شوية بطاطس، هي بصراحة هتتاكل لوحديها كده. بصوا انا بحط اهو بصل اخضر انا مقطعاه حلقات صغيرة، وهحط رشة سمسم. هي كده، هي الوصفة كده. تقولي سمسم، سمسم، جربي ودوقي وما تحكميش غير لما تعمليها وتدوقيها. والله هنا الفيديو ظالمها، لونها مظلوم. بصوا اهو شوية صوص جنب الفراخ. هتعجبكم قوي. شايفين الجمال والحلاوة؟ شايفين؟ بصوا انا قلت لكم يتاكل جنب شوية رز يتاكل جنب عيش، شوية بطاطس محمرة والحمد لله.
أكلة سهلة وسريعة مبتاخدش وقت، هتعجبكم وتعجب الولاد. إن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي. هتوحشوني لغاية لمّا أشوفكم في الفيديو الجاي مع وصفات تانية. في رعاية الله يا بنات. مع السلامة، باي باي.